في سنة 1966 شركة فيراري الإيطالية الغنية عن التعريف كانت بتمر بظروف اقتصادية سيئة جدا، والحالة كانت تعبانة يعني وقحط، ويعني الظروف بتاعتهم ما كانتش قد كده، فطرحوا الأسهم بتاعتهم في البورصة علشان خاطر شركة تانية تيجي تستحوذ عليها وتشتريها. في الوقت ده قررت شركة فورد الأمريكية إنها تستحوذ على شركة فيراري الإيطالية، وخلاص الصفقة كانت بتتم والديل خلاص بيخلص، وخلاص يعني على اللمسات الأخيرة حصل منكش صغير كده. فورد كانوا بجانب الاستحواذ على الأسهم كانوا عايزين كمان يستحوذوا على فريق السباق الخاص بفيراري، ودي حاجة طبعا انزو فيراري رفضها جدا وقال لك لا، لحد هنا وستوب، معلش انتوا كمان عايزين تاخدوا الفريق اللي انا اصلا ببيع على حسه، اللي انا شغال بسببه. ودي حقيقة فعلا، فيراري كانت بتسوق لنفسها كل سنة عن طريق السباقات اللي بتدخلها، بيفرضوا عضلاتهم وبيبينوا قد ايه عربياتهم سريعة فخمة وكمان متينة. بعد رفض انزو فيراري للموضوع ده الصفقة كلها وقفت، وهنري فورد صاحب شركة فورد خد الامور بيرسونال، اللي هو يعني انت هتوقف البيعة كلها عشان خاطر فريق السباقات ده. وقام هنري فورد حالف ان هو ما يهنيهم على سباق تاني، وقال لك لا، مش بس فيراري اللي بتعرف تعمل عربيات سباق، احنا كمان بنعرف. هقول لك على حاجة، العب وهكسب. I love this game. وبدأت واحدة من أشد وأحلى الرايفرليز اللي حصلت في تاريخ العربيات، في واحدة من أكبر الأحداث في الوقت ده، وهو سباق لومان. وخليني أعرفك أصلاً على إيه هو سباق لومان. السباق متسمي على اسم المدينة نفسها. سنة 1923 الناس في فرنسا في وسط الحرب والقرف اللي هم فيه وقفوا مع بعض وقفة، وقال لك بصوا يا جدعان، احنا يعني بصراحة عايزين نعمل حاجة نرفه بيها عن نفسنا شوية يعني. فبدأوا من غير ما يعرفوا واحد من أشد وأقوى السباقات اللي موجودة في العالم، وهو سباق لومان 24. أكيد طبعا خدت بالك من الأكسون الماجنيفيك الفرنسي ماجنيفيك بتاعتي. طيب أي سباق للعربيات معتمد على إيه؟ بالظبط، برافو عليك، العربية تقدر تخلص التراك كله في زمن قد ايه. بس يعني الفرنسويين حنيكو وما عجبهمش الحوار ده، قالك احنا مش عايزين سرعة بس، لا احنا عايزين سرعة وقوة تحمل. السباق بيمتد ل 24 ساعة بيتم فيهم قياس قوة تحمل العربيات المشاركة فيه، وطبعا مش محتاج اقول ان العربية اللي قوة تحملها اعلى بتبقى هي الكسبانة، هي وفريقها كمان. شركات العربيات بتحاول دايما انها تشتغل على قوه وصلابه عربياتها، وان قطع الغيار بتاعتها تبقى يعني على بوق واستيك يعني، عشان تقدر تكمل ال 24 ساعه دول باقل اعطال ممكنه، ده لو ما كانش من غير اعطال خالص. الفريق بيتكون من 3 سواقين بيبدلوا على العربيه، بيبقى في وقت للراحه حتى وانت سايق، بتاكل وتشرب، تدخل الحمام، وحياتك هتبقى فل يعني ان شاء الله. لا طبعا السباق ده بيبتدي في نص شهر يونيو، ده بقى عشان خاطر يختاروا يوم ليله قصير. بس في نفس الوقت ده برضه يا صاحبي خلي بالك، يعني لو انت عربيتك متقفله كويس وما فيهاش فتحات تهويه، يعني السواقين بيعانوا من التسلخات المفرطه يعني. السباق ده من سنه 1923 لحد النهارده يعتبر من اهم 3 سباقات عربيات لقياس قوه تحمل العربيه او الانديورنس. خدت بالك برضه من الانديورنس، ما احنا يعني فرنساوي وانجليزي. في السباق ده العربيات بتوصل لسرعات عالية قوي، يعني عادي جدا انك تلاقي عربية في السباق ده سرعتها بتوصل ل 366 كيلو متر في الساعة. وبسبب ده منظمين السباق بدأوا يحطوا حواجز على الطريق تزود الانعطافات علشان تقلل من سرعة العربية على قد ما يقدروا. يا باشا هاتهم انت بس كده على الدائري يعني، واحنا هنعلمهم لك ازاي يلتزموا بالسرعة، ونشوف بقى قوة تحملهم هم شخصيا للجو بتاعنا عامل ازاي، وللدرايفرز اللي حواليهم كمان عاملين ازاي. السباق ده العادي بتاعه ان العربيات تمشي فيه حوالي 5000 كيلو متر، وسنة 2010 اتسجل رقم قياسي وهو 5410 كيلو متر. طبعا شركات العربيات دي بتاكل بعض في السباق ده علشان يثبتوا ان هم الاحسن. عندك مثلا الشركات دي شيفروليه، رينو، بوجو، فورد وفيراري. وعند اخر 2 دول بقى احنا هنقف شويه، لان هم العتاوله بالجامد قوي. في الايام دي وزي ما قلنا السباق لومان كان هو العرض الاقوى اللي بيبين قدره التحمل بتاعه العربيات، واللي كان بيكسب السباق ده كانت بتتفتح له طاقه القدر. فورد بدات انها تطور عربياتها علشان يقدروا ينافسوا فيراري في السباق ده، وطوروا العربيه الفورد الجي تي 4 اس، عربيه قويه جدا وتصميمها كان بيساعدها على مقاومه الهواء في السرعات العاليه، فبالتالي العربيه تفضل محافظه على سرعتها وحرق البنزين فيها يبقى كويس. بس للاسف الحلو ما بيكملش. العربيه دي سنه 1964 واجهت مشاكل كتيرة جدا في الميكانيكا بتاعتها، وللأسف في السنة دي اضطروا ينسحبوا من السباق، وعلشان تكمل السنة اللي بعدها معرفوش يدخلوا السباق أصلا، عشان تصميم العربية في الوقت ده كان سيء جدا
وبالتالي فيراري حطت عليهم وكسبتهم. سنة 1966 بقى فورد قررت انها تتأهل لسباق لوما، وجت ب 12 عربية جي تي 4 اس، طبعا بقى بعد ما عدلوها وقدروا السنة دي انهم يكسبوا ال3 مراكز الاولى. وكانت ضربة كده يعني على قفا فيراري، اللي هو فوق يلا صح انا موجود برضه في اللعبة. المنافسة دي بالرغم ان عمرها ما وصلت لمراحل يكون فيها الطرفين متكافئين، بس يعني سابت علامة في مجال صناعة العربيات كله محدش يقدر ينكرها ومحدش يقدر ما يفتكرهاش. المنافسة دي ما كانتش مجرد منافسة ما بين شركتين صناعة عربيات، الموضوع بقى شخصي ما بين هنري فورد وما بين إنزو فيراري. فورد كان رجل أعمال يعني زي ما تقول كده بيكره طعم الخسارة، ورفض إنزو إن هو يكمل صفقة البيع هو ده اللي خلاه يعمل كل الموضوع ده. الناحية التانية بقى عندنا إنزو، فنان راجل هو اللي عامل فيراري، ورفضه ان هو يبيع فريقه ده كان جاي من ديجنتي، هو شايف ان روح فيراري اصلا جايه من الفريق بتاع السباقات ده. تخيل معايا كده اللحظه لو كانت الصفقه دي تمت، تفتكر كنا ممكن نشوف منافسه تاني ما بين فورد او اي شركه تانيه في الصناعه توصلنا للتطور اللي احنا موجودين فيه دلوقتي؟ بصراحه يعني انا ما اعتقدش. طبعا بعد ما فورد قدر ان هو يكسب سباق لوما سنه 66 اسمه لعلع في السوق، وبان قد ايه مهندسين الشركه دي عندهم رؤيه كويسه وانهم قادرين يعملوا فرق فعلا في الصناعه دي. فورد في السباق ده ما كسبش بالسهل بصراحه، يعني شوف معايا كده كذا حاجه مرت بيها فورد في السباق ده. يوم السباق الدنيا مطرت، وده بيخلي فورد تتاخر. في المطر العربيه ما بتقدرش تستخدم الباور بتاع الموتور بتاعها كله علشان خاطر تتفادى الحوادث، وبداوا كمان يغيروا نوع العجل اللي بيستخدموه في الراوند التاسع، ودي حاجه يعني مش كويسه. افتكر تاني، السباق مش معمول للسرعه في المقام الاول، معمول علشان يبين مزايا العربيه وقدره تحملها. الناحية التانية بقى فيراري تصميم عربياتها انسيابي، وبيخلي العربية ثابتة جدا على الأرض حتى في المطر، فما بيأثرش عليهم بطريقة قوية زي ما بيأثر على عربيات فورد. طيب فورد اتأخر، ومع ذلك كان فضل في ال3 مراكز الأولى. يسكت بقى على كده؟ قال لك لا أنا مش هسكت. هو ما كانش مكتفي إن العربيات بتوعه ال3 في الأول، ده طمع كمان وكان عايز ياخد اللقطة بشكل أكبر، إن هو يخلي ال3 عربيات يدخلوا مع بعض يفنشوا على خط النهاية واحد مع بعض، يعني نبقى كلنا الاول. طبعا دي حركه فرد عضلات عشان خاطر يعلموا على فيراري يعني، ويوروهم ان احنا ال3 عربيات بتوعنا كانوا الاول لدرجه ان هم كلهم الاول. طيب ده حصل ازاي؟ في حاجه في سباق العربيات اسمها ديد هيت ستانت، دي معناها ان العربيات تقلل سرعتها وتبدا تمشي مع بعض. في خلال السباق لما الفكره دي جت لفريق فورد، كان في واحد اسمه ليو بيبي، ده الريسنج دايركتور بتاع الفريق، هو اللي اقترح الاقتراح ده. قال لكل السايقين ال3 عربيات خليهم يعملوا الاستانت دي، وان هم يقللوا سرعتهم ويمشوا مع بعض علشان يعدوا خط النهايه في نفس الوقت، مع ان اتقالوا من المنظمين ان الفكره دي مستحيله جدا وصعب ان العربيات تحافظ على سرعتها والثبات على خط واحد. ما تنساش ان احنا بنتكلم سنه 1966، فيعني ما كانش في حاجه اسمها مثبت سرعه زي دلوقتي في العربيات. بس هو فضل مصمم على فكرته لانه شايف انها هتبقى اكبر اهانه لفيراري، وهتبين قد ايه بقى فورد فشيخه وحطت عليه. بالمناسبه بس عايز اقولك ان منظمين السباق كان عندهم حق فعلا، وفعلا العربيات ما قدرتش تعدي في نفس الوقت، بس يعني الفرق ما بينهم يعني كان اجزاء من الثانيه او ثواني، يعني حاجات لا تذكر. فهو يعني احنا نقدر نقول ان هو يعني تقريبا حقق شويه من اللي هو كان عايزه. طبعا فيراري عانوا جدا بسبب الخساره دي يعني، واسمهم اتهز شويه في السوق، وبسبب ده بدأ انهم يشتغلوا اكتر على تطوير عربياتهم علشان يرجعوا للمنافسه دي. خليني اقولك ان قبل فوز فورد بالسباق ده كان سوق العربيات الامريكاني يعني ملوش اي قيمه، معروف ان عربياتهم يعني مش قد كده، والسوق الاوروبي هو المسيطر. كل ده بدأ يتغير سنة 1966. طيب احنا كل ده بنتكلم على فورد، ما تيجي نشوف فيراري عمل ايه بقى في السباق ده. احنا قلنا ان فورد في سباق سنة 66 دخل ب 12 عربية، طبعا كان في مشاكل كتير في الفريق بتاعته، بس في النهاية قدروا ان هم يكسبوا. انزو فيراري بقى دخل السباق ده ب3 عربيات بس. استراتيجية فريق فيراري ان عربية من ال3 تكسر السرعة علشان تقدر تبين قد ايه العربية سريعة، وده حصل فعلا، وكمان عشان تقدر تقطع مسافات كبيرة. احنا اتفقنا ان سباق لوما مش بيتحسب بمين خلص قد ايه، بل ان العربية عملت كام كيلو. العربيتين الباقيين كانوا مهمتهم في السباق ان هم يعني يتلكعوا، ايوه يتلكعوا بجد، بمعنى انهم ما يوصلوش لسرعات عالية ويفضلوا موجودين في السباق على قد ما يقدروا علشان يبينوا قدرة تحمل العربية. برضه فريق فيراري مخليش من الخناقات والصراعات. في السباق ده واحد من السواقين خبط عربيته، والتاني ساب الفريق علشان خاطر يروح يشتغل مع شركة كوبر، واعتقد واضح يعني من الاسم ان شركة كوبر هي بتاعت ميني كوبر، العربية الجميلة اللذيذة اللي شكلها حلو دي. كل اللي حصل ده كان سبب في خسارة فيراري سباق سنة 66، مع ان في الحقيقة البي 3 بتاعتهم العربيات بتاعتهم كانت تضرب الجي تي 4 اس يعني بالشبشب، بس عشان فيراري
اتغر يعني وما حسبهاش صح ووصل للنهايه السيئه اللي انت شفتها دي. الدراما دي كلها على فكره اتعملت فيلم اسمه فورد فيرسس فيراري، ده من بطوله كريستيان بيل ومات ديمون. ممكن تتفرج عليه عشان خاطر هيخليك تشوف تفاصيل اكتر. لو قعدنا نتكلم عليها هنحتاج حلقات اكتر من كده يعني. طيب تعالى نبعد عن السباق شويه وتفاصيله ونتكلم في تاثير الموضوع ده على الشركتين. هل فوز فورد سنه 1966 اثر على حجم مبيعاتهم بالمقارنه مع فيراري؟ في الحقيقه ما نقدرش نقول ويعني برضه ما نقدرش نقول لا. ازاي يعني؟ انا هقول لك يا عم واحده واحده. في سؤال في التسويق بيقول هل زياده الصرف في الاعلانات والدعايه تؤدي لزياده بيع المنتج؟ اجابه السؤال ده اختلف فيها ناس كتير جدا بصراحه. في منهم بيقول واخد مثال لطيف قوي الحقيقه. عملوا زي استطلاع راي كده بسؤال واحد: ايه هو اكتر مشروب غازي الناس بتشربه في العالم؟ الاجابه العظمى كانت كوكاكولا. وفي الوقت اللي اتعمل فيه استطلاع الرأي ده كانت فعلا كوكاكولا بتصرف فلوس كتير جدا في الدعاية. بس دي مش حاجة صح 100%. ليه؟ لأن في النهاية بيع أي منتج بيبقى على حسب تفضيل الناس ليه. يعني مثلا في ناس بتحب الكولا وفي ناس بتحب البيبسي، ولو جيت لناس فعلا بتحب منتج من الاتنين دول وحطيت قدامهم المشروبين يقدروا من بق واحد بس، وساعات كمان من النظر ليه يقولك ده مين وده مين. طيب ايه علاقة كل اللي انا بتكلم فيه ده يعني بالسباق؟ يعني قول لي الزتونة. حاضر هقول لك الزتونة. والله السباق ده ما نقدرش ان هو نقول اثر في اي شركة من الشركتين بالنسبة للمبيعات سواء بالسلب او بالايجاب، لان كل واحد فيهم او كل شركة فيهم بتستخدم شريحة معينة من المستخدمين. يعني فورد بتعمل عربيات متينة، حاجات يعني تستحمل معاك شغل سنين، زي ما بيقولوا كده بالبلدي حمار شغل، والناس بتحب تشتريها عشان خاطر هي عملية، بعيدا عن ان قطع غيارها نار، بس في ناس بتشوفها يعني عملية وزي الفل. فيراري بقى مش كده خالص. فيراري بتستهدف نوع تاني تماما من المستخدمين. فيراري بتستهدف الفئة اللي بتحب اللكجري في العربيات، بانوراما، سرعات عالية، تصميم مختلف وجذاب، حاجات كده يعني. بتستهدف لعيبة الكورة، الناس الأغنياء، الناس اللي بتدور على السرعة، الانفلونسرز. السباق خلق ما بين الشركتين تنافس بس تنافس غير متكافئ الأطراف، لأن كل واحد فيهم بيفكر بطريقة مختلفة وبيتارجت شرايح مختلفة في السوق. منافسة فورد وفيراري من كتر حلاوتها ومن كتر ما الناس كانت شايفاها ملهمة خلتنا نشوف شركات كتير قوي من اللي موجودة حاليا. عندك مثلا تحول أمازون إنها تبقى منصة لأي حد عايز يبيع منتج بيعمله. في الأول كان ريسك عالي، بس لأنهم حسبوها صح وصلوا اللي هم فيه دلوقتي، وحرفيا من غير أي مجهود ممكن يعملوا أرباح أنت ما تقدرش تتخيلها. عندك كمان ظهور ايفون وغيرها كتير من الشركات اللي لو حابب نتكلم عنها يعني ممكن تكتب لي تحت في الكومنتات عشان خاطر يعني نعمل حلقات عنها. ده طبعا بعد ما تعمل لايك وسبسكرايب للقناه يعني. بليز بعد اذنك سبسكرايب. خلينا في النهايه نتفق على حاجه: لو انت عندك بيزنس هتبقى مبسوط بالتطور اللي انت بتعمله فيه، بس حلاوه وجمال البيزنس ده لما يبقى فيه معاك منافس تاني، عشان المنافسه دي هتخرج منك افكار وهتخرج منك حاجات انت ما كنتش متوقع اصلا ان انت تعملها. ومش بس في البيزنس ده، في الحياه عموما او في اي حاجه انت بتعملها، وجود منافس ليك قوي بيطلع فيك احسن ما فيك، وساعات بيطلع فيك اسوأ ما فيك، بس الاكيد ان انت هتلاقي نفسك بتتطور عشان خاطر تواكب التغيرات اللي بتدور حواليك على طول. في النهاية أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي. الحلقة دي كانت من كتابة عبد الرحمن يحيى وتقديم محمود النجار. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، وتكتب تحت في الكومنتس حابب نتكلم على ايه المرات اللي جاية. كنت معاكم أنا محمود النجار في نجار مسلح، ولحد ما نلتقي المرة اللي جاية خلوا بالكم من نفسكم. سلام عليكم.